بيبدأ فيلم فيلا الدكتور فايز واللي يكون معاه شنطة فلوس كتير جدا، وبتكون هانم شغالة في بيت الدكتور، وبيشوف الدكتور هانم مع سلطان عشيقة في علاقة مع بعض، فبينفعل الدكتور وبيتخانق مع سلطان. لكن سلطان بيمسك مطوة وبيغرسها في بطن الدكتور فبيموت، وبياخد سلطان شنطة الفلوس وبيهرب هو وهانم بسرعة بعيد عن الفيلا. وبنعرف إن سلطان سواق تاكسي، وطول الطريق بتفضل هانم تفتكر أول ما اشتغلت عند الدكتور فايز، وبنعرف إنه كان إنسان محترم جدا وكريم معاها. وبنعرف إن سلطان اتعرف عليها لما كانت راكبة معاه في التاكسي ووصلها بيت الدكتور، وقدر يوصل نمرة تليفون الفيلا، وبيتصل بيها وبيقول لها انه من ساعه ما شافها وهو معجب بيها وعايز عنوان بيتها عشان يتجوزها، لكنها بتقوله انها لازم تعرفه الاول كويس قبل ما توافق عليه. فبيتفق معاها انهم يتقابلوا عشان يقدروا يتعرفوا على بعض، وبقى يقابلها كتير لحد ما اتعلقت بيه، لحد ما في يوم جابها بيته وقدر يعمل معاها علاقه. نرجع لسلطان وهانم بعد ما هربوا، وبتكون هانم منهارة من اللي حصل، لكن سلطان بيقدر يهديها. وتاني يوم الجرايد بتكتب ان في شغاله وعشيقها قتلوا دكتور في بيته وسرقوا فلوسه، فيفكر سلطان انهم يختفوا لحد الموضوع يتنسي والقضيه تتقفل. فبياخدها عند المعلم حنفي الحنوتي، بيفهموا سلطان ان هانم هربانه من اهلها عشان عايزين يجوزوها غصب عنها، وبيقول له ان اسمها هدى، ويوافق المعلم حنفي ان هانم تستخبى عنده، وبيقول لها سلطان انه هيعدي عليها كل يومين. وبيروح سلطان للمعلم حماد صاحب التاكسي وبيسلمه مفاتيح العربيه، بيفهمه ان الارض اللي ورثها عن امه اتباعت وجابت له مبلغ كبير وهيعمل مشروع بالمبلغ. وبنرجع للمعلم حنفي اللي بيجيله دفنه، وبعد ما بيدفن الجثه بيكلم دكتور بيتاجر في الاعضاء، وبيجي الدكتور وبيشتري الجثه. وبنرجع لسلطان اللي المعلم حماد بيتشارك معاه في مشروع، وبيحاول المعلم حنفي يتحرش بهانم لكنها بترفض وبتبعد عنه. وفي يوم بيجي كمال يزور مراته المتوفيه، بنعرف انه عاش مع مراته 20 سنه بره البلد، وبتكون هانم سامعه كلام كمال مع حنفي. ويروح لحماد اللي بيعرف سلطان على عادل، وبيكون عادل عنده مواتير كهنه وعايز يدخلها مزاد، وبيتفق مع سلطان على الموضوع ده. وبينسى سلطان هانم، وبتسال هانم حنفي على سلطان لانه بقاله كتير مش بيتصل بيها ولا بيجيلها، بتتحايل عليه يتصل لها بيه. لما بيكلمه سلطان بيتهرب منه وبيقول انه مشغول. تطلب هانم من المعلم يقول لها على مكان، وبتروح له الشركه اللي اسسها مع حماد وعادل، وبياخد سلطان هانم في العربيه وبيقول لها انه رتب كل اموره وهيقدر يتجوزها قريب. بيوديها كازينو وبيفضل يشربها بيره لحد ما بتسكر، وبياخدها المنطقه مقطوعه وبيغرز السكينه في بطنها وهي في حضنه، وبيحط جثتها في شنطه العربيه وبيروح لحنفي عشان يدفنها. لكن بعد ما بيمشي بيلاقيها حنفي لسه عايشه، بيجيب لها الدكتور وبياخدها الدكتور على المستشفى بتاعته وبيعمل لها عمليه. بيكون المعلم حنفي واقف معاها جدا، وبيتفق معاها انه مش هيعرف سلطان انها لسه عايشه. وبيتعرف سلطان على رئيس مجلس اداره الشركه اللي شغال فيها عادل، وبيبقى عايز يتجوز بنته. وبيجي حنفي لسلطان الشركه وبيقول له ان هانم قبل ما تجيله الشركه حكت له على الجريمه اللي ارتكبوها، لكن سلطان بيقول له انها كدابه وانه اصلا ما يعرفهاش غير من مده بسيطه. وبيقول حنفي لهانم ان كمال عايز شغال عنده في البيت، وبتروح هانم مع حنفي البيت كمال، وبيعرفوا بيها حنفي على ان اسمها هدى. وبيتعرف سلطان على شوقي رئيس مجلس اداره الشركه، وبيتعرف على هاله بنته. وبنرجع لكمال اللي بيكون عنده اكتئاب بسبب موت مراته، وبيفضل يشرب لحد ما بيسكر وبيغمى عليه. فبتطلب له هانم الدكتور، وبتكون دايما جنبه وبتخدمه لحد ما بيتحسن، ويفضلوا يتقربوا من بعض لحد ما بيقرر يتجوزها. وبيتقرب سلطان لهاله وبيروح معاها النادي، وبيلمح لها انه معجب بيها. بيخرج معاها وبيكتب عليها وبيقول لها ان اخواته الاتنين عايشين بره، وانه معاه دكتوراه في التجاره. وبتعجب بيه هاله جدا وبتخطبه. بنروح لهانم اللي بتسال حنفي على سلطان، لكنه بينصحها انها تنساه تماما وتعيش حياتها، لكنها بتبقى عايزه تتفق معاه على سلطان عشان تنتقم منه، وبتديله فلوس وبتقول له يروح لسلطان ويقول له ان بعد اسبوع هيكون في مزاد على حاجات متصدره من الجمارك، وان من ضمن الحاجات دي طفايات حريق جواها بودره مخدرات مش بودره حريق، وان عدد الطفايات دي 100 طفايه، وكل واحده فيهم جواها على الاقل 2 كيلو بودره، وان محدش يعرف ايه اللي جوه الطفايات دي غير صاحب البضاعه. فبيقرر سلطان ينزل المزاد قصاد صاحب البضاعه، ويروح سلطان للمعلم القط عشان ياخد منه 2 مليون جنيه تمن الطفايات. وبيخلص المزاد لصالح سلطان، وبيدفع 3 مليون في الطفايات، وبيروح بالطفايات لحماد والقط. وبعد ما بينزلوا البودره اللي فيها بيلاقوها كلها بودره حريق، فبيكتفوا القط هو وحماد وبيقرر يقتلهم. لكن هانم بتطلب من حنفي يبعت ناس يفكوا سلطان ويهربوه، لانها مش عايزاه يموت، هي عايزاه حي عشان لسه هتكمل انتقام منه. وبياخد حنفي سلطان وبيقول له ان مش هي دي الطفايات اللي فيها مخدرات، لكن الطفايات اللي فيها المخدرات هيتعمل عليها مزاد بعد 6 شهور. لكن سلطان بيقول له انه معهوش فلوس تاني. وبيستخبى سلطان عند حنفي في المقابر عشان يهرب من القط. وبيحكي سلطان لحنفي انه سافر اليونان لما كان طالب في الجامعه، لكن المركب اللي شغال عليها كانت محمله مخدرات، ودخل السجن 7 سنين هناك. ولما رجع ما كانش معاه فلوس، ولقى الجامعه رفضته، فاضطر يشتغل على التاكسي. وبتقترح هانم على جوزها انه يجيب له سواق، وبيوافق. وبيقول حنفي لسلطان ان كمال عايز سواق، وبيروح سلطان لكمال البيت وبتقابله هانم وهي متنكره، وبتركب معاه العربيه وبتخليه يسوق لحد المكان اللي حاول يقتلها فيه قبل كده. وبيتصدم سلطان لما يعرف انها هانم وانها لسه عايشه، وبيفهم ان هي وحنفي اتفقوا عليه وخلوه يخسر فلوسه كلها في المزاد عشان يجي يشتغل عندها سواق، لكنها بتنكر وبتقول انها عرفت انه قاعد عند حنفي مش لاقي شغل، حبت تساعده وتشغله سواق عند جوزها. فبيروح لحنفي عشان يتاكد منه، لكن حنفي بيقول له نفس كلام هانم، وان موضوع الطفايات ده مش لعب عليه وانه فعلا حقيقه، وهانم ملهاش اي علاقه بيه، وان كل الحكايه انها كانت بتشتغل عند كمال في بيته وقرر يتجوزها، وانها فعلا عايزه تساعده. لكن سلطان بيفضل قلقان منها ومش مصدق انها عايزه تساعده بس بعد كل اللي عمله فيها. لكن حنفي بيقنعه ان هانم بتحبه، لانها بعد كل اللي عمله فيها سالت عنه وساعدته. بيشوف كمال هانم وسلطان من الشباك وهم واقفين بيتكلموا مع بعض. وبتروح هانم تقابل سلطان وبتقول له ان علاقتها مع جوزها عامله زي علاقه اب وبنته، وبتمثل عليه انها لسه بتحبه.
رغم أي حاجة هو عملها فيها، ويمثل سلطان عليها إنه ندمان وإنه عايزها بس تسامحه، وبعدها هيروح يسلم نفسه للقط عشان يقتله. وبيتصل كمال من شغله على تليفون بيته وبيلاقي هانم مش في البيت، وبنرجع لسلطان اللي بيعمل علاقة مع هانم في العربية، لكنها بتقوله إنها تشوف شقة واحدة من صحابها عشان يتقابلوا فيها. ويطلب كمال من سلطان يروح يخلص له مشوار، وبيركب كمال عربيته وبيمشي وراه عشان يراقبه، ويفضل ماشي وراه لحد ما بيلاقي سلطان واقف عند عمارة وطلع شقة فيها، وبتكون هانم مستنياه في الشقة دي. وبيروح كمال القسم ويبلغ عنهم، وبيدي العنوان للشرطة. وبتكون هانم متفقة مع حنفي إنها تقتل سلطان، وبتتفق معاه يجيب معاه تابوت للشقة. تقدر هانم تكتف سلطان بعد ما بتخليه يسكر، وبتجيب سكينة وبتقتله. ولما بيوصل المعلم حنفي بيلاقي الشرطة تحت البيت، فبيمشي بسرعة وبيسأل الضابط البواب عن الشقة المفروشة اللي في العمارة، وبيطلب منه يفتحها له. وبتدخل الشرطة الشقة ومعاهم كمال، وبيلاقوا سلطان مقتول على السرير، وبتحاول هانم تنط من الشباك لكن كمال بيلحقها. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. تحياتي ليكم ريهام حشاد.